السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج الحمل حبايب قلبي، صفوا النية كده، اتفائلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. طبعا حبايبي اللي أول مرة بيزوروا القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو يا ولاد. ولازم يكون عندنا يقين، ثقة في الله وحده، انه لا يعلم الغيب الا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الفيديو بتاريخ النهاردة وانتوا شايفين الفيديو قدامكم، فنجان برج الحمل. ما شاء الله في عندكم تغيير في حياتكم كده شامل. بعد نقطة واحدة هو هياخد خطوات بالراحة في الأول. يعني آه يعني هتبدأ كده خطوة خطوة خطوة، زي اللي بيبدأ يطلع السلم واحدة واحدة. هيكون عندك عزيمة ان انت توصل للآخر، عندك في تغيير بعد. يعني التغيير مش الأسوأ، لأ. في حاجات تغيير مش ان انا اسيب شغل واقعد من غير شغل، او التغيير ان انا اسيب شيك حياتي ويحصل مشاكل. ده كده تغيير؟ لأ. تغيير آه التغيير ده لمصلحتك، ايا كان بقى نوع التغيير ده هيكون لمصلحتك انت. ان شاء الله هيكون عندك في تغيير. لا اله الا الله محمد رسول الله. هيكون آه هتبدأ معاك واحدة واحدة. يعني مش هنقوم من النوم كده نلاقي الحياة كلها اتغيرت. آه يعني ممكن اكون مثلا قاعد متضايق، مثلا في مكان متضايق منه، فانا هغير المكان ده، همشي بقى واشوف مكان تاني يكون احسن وافضل. في عندك تغيير بيت، تغيير عمل، تغيير علاقة. انا سبت العلاقة السيئة واروح لعلاقة افضل واحسن، اللي هتدعمني، اللي هتوفر لي السعادة، اللي هتوفر لي الامان، اللي هتوفر لي المستقبل. طيب مش علاقة، هي تغيير بيت اللي بيتعبني، هيكون في عندي تغيير في حاجة تانية. مش معنى ان انا هغير حياتي او انا هغير بقى البيت والعربية والدنيا. طب انا عربيتي مريحاني بيتي، والعلاقة في تغيير في حاجة انت عايزها، تغيير في اللوك بتاعي، حاجة تبسدني، حاجة تفرحني، حاجة من عند رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت بتبص على الطريق، ما بتبصش على اللي حواليك، هتبص على الطريق اللي قدامك. عارف ان محدش هيقدر يوقفك، انت هتمشي في طريقك وهتمشي فيه دغري. هتمشي في طريقك، مش حدش هيقدر يعرقلك او وقفك. هيكون في عندك تواصل من خارج، ممكن هتكون تواصل ماديا، او رسائل في الكلام، حاجة خارج بلادك. ممكن تكون على الميديا، هتنجح، هيكون عندك في شهرة فيه، هتتعاطى فلوس بلاد غير بلادك، بعملة غير عملة بلدك. هيجيلك دايما، انت دايما مترقب رسائل الفترة الجاية. يعني هيكون عندك في ترقب لرسائل هتوصلك لنجاح الفترة الجاية، او رسائل انت بتركب، رسائل من حبيب، من شريك، نجاحك مع الشخص ده، اللي عايز ياخدها بقى عاطفيا او عمل. لكن انت هتتلقى رسائل كتيرة الفترة الجاية، دي هتوصلك لنجاح معين. في كمان عندك طاقة سلبية. الطاقة السلبية دي بتخلص، لان انا ماشي في طريقي وفي حياتي، دورة جديدة في حياتي، خلصت بقى كل الطاقات السلبية، كرمتي. الطاقة السلبية دي
آه، خدت معاك الوقت، خدت معاك كل، فشلك حاجات كتير في عملك، في علاقة، خلى تفرقة بينك وبين شريكك، خلاك تحمل مسؤولية أشخاص لوحدك. لما الطاقة السلبية بتخلي الحبيب يبعد وتشيل انت لوحدك او الشريك، لو الشريك معايا ما مشيناش وما بعدناش عن بعض، الهم كله عليا ومسؤولية والحمل. الطاقة ديت خلتني في موقف أكبر مني، أكبر من حجمي، مش قادر أحمل مسؤولية الأشخاص دي لوحدي. لكن ربنا هو اللي مقويك، وربنا اللي هيقويك. لا إله إلا الله. انت عندك مسؤولية أكبر من رقبتك، وانت هتكمل المسؤولية دي حتى لو اشتغلت كمان كتير عن نفسك لغاية ما توصل للتغيير. التغيير اللي هيكون هتشتغلت، كافحت، مشيت مشوار. حتى لو انتوا قاعدين في البيت وما خرجتوش، بتشتغلوا على دعم الأسرة، بتشتغلوا أكتر من طاقتكم. حصل معاكم مشاكل كتيرة، كنتوا عندكم فيه صبر عشان الأشخاص اللي في رقبتكم أو الأشخاص اللي في حياتكم. ده حصل إن أنت عملت حاجات كتيرة عشان توصل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللي انت بتقوم بيه مسؤولياتك ومسؤوليتك، كل اللي انت نهايته هيكون في استقرار، واستقرار قريب مش بعيد. يعني استقرارك خلاص هي نقطة واحدة، هتلاقي فيه خطوات هتبدأ تتحرك معاك. لو بتشتغل هتشتهر في عملك، لو انت بتدور على شغل هتلاقي شغل يناسبك جدا. والاستقرار ده، العمل ده هيخلي عندك استقرار، وهيكون معاك في وفرة ان انت تصرف على مسؤوليتك اي من كان بقى نوع المسؤولية. انت مسؤولية اشخاص، مسؤولية دراستك، مسؤولية عليك، حد كلفك بمسؤولية، كل ده بيخص عملك او بيخص العلاقة. فان شاء الله هتقدر تستقر في حياتك. انت كنت عايش فترة ان انت مش عارف تخرج من مأزق انت كنت عايش فيه، عامل زي ما يكون كده الطاقة السلبية اللي كانت موجودة الغمامة. شخص كان يعني عامل كده زي ما بيقولوا قافل عن نفسك، اللي عامل لك عمل بوظ لك حياتك. شخص بقى شخص بقى صحلك، عامل لك مشكلة، عامل لك حاجة، كان بالنسبة لك عمل لك إجهاد عاطفي، إجهاد نفسي. الشخصية دي عملت لك حاجات كتيرة، إن هي عاملة غمامة، عملت حاجات كتيرة في بعد بينك وبين شخص. الشخص ده كان السبب، آه، آم، كان بسبب كده كان في عن بعد الشخص عنك. ممكن الشخص ده من برج الأسد، برج هوائي، ممكن يكون حمل، ممكن كمان يكون جوزاء، وممكن يكون الأبراج النارية اللي هو الأسد وقوس وحمل. طيب، في بعد بينك وبين الشخص في الوقت الحالي. الشخص ده ممكن يكون بيقرب، او هو قرب من شخص تاني، هو سابك و... وفاتك، وبعد عرف
ممكن يكون سابك وراح لشخص تاني او راح لطريق معين، وقابل في الطريق ده شخص. طيب انا هروح بقى من مستقبلي مسافر، المهم ان هو عثر في شخصية تانية، او هو بيرسم طريقه، او هو معاك بيرسم طريق، وعثر بقى في حاجة تانية.